السلام عليكم. لحد دلوقتي في ستات كتيرة جدا بتخاف تجرب تعمل الفينو في البيت، وناس كتيرة جدا جربته وسألوني هو ليه الفينو بيطلع ناشف معانا. طب هو ليه بيبقى كده أول ما يطلع من الفرن طري وجميل وهش، وتاني يوم ألاقيه بيفرول و يعني مش زي قوامه زي ما طلعناه من الفرن. هقول لكم في الفيديو بتاع النهارده ليه الفينو بيطلع ناشف معاكم، وليه العجينة بتاعته بتفرول تاني يوم، وليه هو بيفشل منكم وما بيطلعش حلو مهما جربنا. اول حاجه هنسمي بسم الله ونقول على المقادير، وجوه الفيديو هقول لكم على كل التفاصيل واجابات الاسئله بتاعتكم. هنجيب حله او بوله ونحط فيها معلقه كبيره من الخميره، وثلاث معالق من السكر، وثلاث كوبايات من الميه الدافيه. واحنا في فصل الصيف بنحط بس للكيلو دقيق معلقه كبيره من الخميره، لكن في فصل الشتاء ممكن توصل لمعلقتين، يعني معلقه ونص لمعلقتين. وبعد كده هنحط 7 كوبايات من الدقيق. الكيلو الدقيق حوالي 8 كوبايات، انا هحط بس في الاول 7 كوبايات. وهحط دلوقتي ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين من الحليب البودرة. والحليب البودرة بيدي طعم حلو جدا للمخبوزات، لان هي طبعا لما مفيهاش ولا حليب ولا زبدة ولا بيض. هنزل دلوقتي بربع كوباية من الزيت، بس مش هحطها كلها، هسيب فيها كده حوالي معلقتين كبار. هحط كمان معلقة كبيرة من الخل. ونزلت دلوقتي بعد العجن 3 دقايق بالكوباية التامنة من الدقيق. هنعجن بقى كويس جدا جدا حوالي 7 دقايق، واحتاجت مني نص كوباية كمان لحد ما عجنتها كده كويس قوي. والعجينة هتبقى قوامها بتلزق. لو انتوا بتعجنوا بايديكم اعجنوا العجينة حوالي 10 دقايق، لو بالعجان ممكن 6 ل7 دقايق. هقول لكم بقى دلوقتي انا سبت العجينه دلوقتي في فصل الصيف بتتساب 40 دقيقه تخمر او لحد ما ترتفع معايا. دهنت ايدي دهنه زيت كده بسيطه علشان اخرجها من البوله، وابدا دلوقتي اقسم العجينه واشكلها. عايزه اقول لكم ان في فصل الشتاء بتتساب اكتر، وتلاحظوا كده ان العجينه ممكن تاخد اكتر من ساعه في مكان دافي. لنجاح الفينو بتاعنا علشان يطلع معانا مش بيبرول تاني يوم، لازم العجينه بتاعتنا تتخدم وتتعجن كويس جدا 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 جدا. وعلشان تبقى طريه وهشه وخفيفه قوي، خلوا الفينو بتاعكم فيه تلزيقه بسيطه قوي قوي. وانتوا شغالين فيه ادهنوا ايديكم دهنه زيت بسيطه جدا. اهم حاجه ان انتوا تخدموا العجينه خدمه كويسه جدا وما تكسليش. يعني انت كمان ممكن تتبعي التكنيك اللي قلت عليه في العجن، انك تعجني العجينه 3 دقايق وتريحي شويه حوالي دقيقتين، وتروحي عجنها تاني 3 دقايق لحد مثلا 10 دقايق. اول ما العجينه بتاعتك تبدا تمط كده هتحسي ان هي اتخدمت حلو قوي قوي. هنبدأ دلوقتي نقسم العجينة النصين، او انا حطيتها قدامي كلها ولكن هاخد نصها بس. هكور النص بتاعي على صينية مدهونة دهنة زيت، وبعدين هغطيها بكيس بلاستيك مفتوح. وبعد كده هاخد النص التاني اكوره. النص الاولاني اللي انا عملته اللي انا هشكله فينو ركنته على جنب علشان اشكله بعد ما اعمل العيش الكايزر. علشان اعمل العيش الكايزر انا جبت صينيه مدهونه دهنه زيت صاج كده 40 في 40. وبعد كده اخدت الكور دي، وزن الكرة الواحدة 50 جرام، سبت مسافات بينهم زي ما انتوا شفتوا. وكوروها، اهم حاجة تقفلوها من تحت كويس جدا. شكلنا العيش الكايزر. هناخد بقى الصينيه الاولانيه اللي كنت مكوراها العيش الفينو. هاخد بقى كوره كوره، وزي ما انتوا شايفين انا مغطيه الصينيه بتاعتي بكيس بلاستيك مفتوح كده علشان ما تجفش. وخاصة ان الوقت دلوقتي يعني الجو دلوقتي بدأ يبرد وبدأ يبقى فيه هوا، فالعجينة ممكن تقشف معاكم، لازم تتغطى. هاخد العجينة بتاعتي والفها كده رول زي ما انتوا شايفين. انا بقفل كل لفة كده بقفلها، وبعد كده من تحت هروح قافلاها من الجوانب واقفلها من تحت كويس جدا. القفلة دي لازم تبقى ملامسة الصاج، القفلة اللي من تحت دي تبقى ملامسة الصينية او الصاج اللي انا دهنته دهنة زيت بسيطة جدا. الصواني بتاعتي ألومنيوم، يعني ممكن ما تدهنش، ممكن ما تدهنش، ولكن العجينة بتاعتي بتلزق شوية، فممكن وارد جدا ان هي تطلع لازقة في الصينية. فيستحسن ان انتوا تدهنوها دهنة زيت بسيطة. لحد دلوقتي كده ما شغلناش الفرن بتاعنا. اخدت بقى كرة تانية وبفردها بنفس الطريقة وبقفل. وزي ما انتوا شايفين كده احنا بنقفل ازاي علشان العيش الفينو من جوه يبقى شكله كده حلو، مفيهوش فراغات واسعة كتير، يبقى اللبابة من جوه كده متماسكة وشكله حلو جدا. يبقى النجاح العيش الفينو بتاعنا اول حاجة العجن الكويس جدا جدا في العجينة بتاعتنا، كأننا كده بنعمل بيتزا او عجينة، يعني لازم تتخدم كويس جدا.
وتاني حاجة هنقولها دلوقتي درجة حرارة الفرن. العيش الفينو بيطلع ناشف معانا لان احنا دخلناه على فرن هادي وسيبناه فترة طويلة في الفرن، فما ينفعش. الفرن بتاعنا لازم يبقى متشغل من قبلها، وانا كده شكلته كله وسبته يختمر كمان حوالي ربع ساعة لحد ما ارتفع معايا. وهو بيختمر انا مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة، يعني 220 مثلا، وبعدين هدخله على الرف التاني من تحت وهسيبه 5 دقايق وهلف الصاج، وبعد كده هسيبه كمان 5 دقايق وهتابعه لحد ما ياخد لون حلو من تحت ومن فوق. لو الفرن بتاعي ما بيحمرش الوش كده، هشغل بعد ال 12 دقيقة، لو ما احمرش هشغل الشواية بتاعتي من فوق، لان هو اكيد بعد ال 12 دقيقة هيكون كده استوى. طيب تمام. لو الفرن بتاعي فيه مروحة هشغل المروحة وانا فاتحة الفرن من تحت، مفيش مشكلة. لو الفرن بتاعي فرن بأنبوبة اللي هو الفرن البلدي الغاز، مش هحط الصاج بتاعي ملامس للصاجة بتاعة الفرن، لانه هو كده هيتحرق بسرعة. فانا هقلب صينية وهحط عليها الصاج بتاعي، وهكون مشغلة درجة الحرارة تكون هادية يعني او متوسطة، بس الفرن يكون سخن جدا. وبعد كده برضه هلف الصاج، ممكن ياخد معانا في الفرن الأنبوبة او الفرن البلدي ده حوالي 7 دقايق بس تسوية وهيطلع معايا. بغطي العيش الفينو بتاعي لمدة دقيقتين وبس، ما بغطيهوش اكتر من كده علشان ما يعرقش من تحت. وبعد كده بعريه، بشيل الغطا بتاعي، وبعدين بعد ما يهدى معايا خالص انا بحطه في اكياس. لما بضغط عليه في الاول خالص بيشقق بسيط كده زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، لان العيش بتاعنا لسه سخن او دافي كده، لازم يبرد خالص وبعدين تضغطوا عليه زي ما انتوا عايزين بقى كده، مش هشقق معاكم. وسطح الفينو بتاعنا هيبقى املس ولامع وجميل كده، ما دهنهوش اي حاجه خالص. ممكن كمان تبخوه بخه ميه بسيطه، او حتى الفوطه اللي انتوا غطيتوه بيها دي تكون منديه او معصوره كويس جدا وناشفه، علشان يطرى كده ويبقى جميل قوي. اي حد لسه ما جربوش يقوم يجرب في نص كيلو دقيق وبس، ويقول لي النتيجه، واي سؤال انا هجاوب عليه.